صوتك في الانتخابات يسوى على الاقل 500 جنيه، ما تبيعوش باقل من كده. في مزاد حاصل في الانتخابات السنه دي، وكل سنه في الانتخابات بيحصل، بقى لنا سنين بنشوف القصه ديت، مش عارف بقى لغايه فين ورا يعني. الاصوات ان بعض المرشحين بيشتروا الاصوات ب 100 وب 200 وب 150 وحسب بقى ايه التسعيره اللي ماشيه في السوق. انا شايف ان ديت حركه وضيعه جدا من المرشح اللي بيعمل كده، مرشح وضيع ورخيص. بس المشكله عندي الاكبر هنا في اللي بيوافق ان يبيع صوته. اللي بيوافق يبيع صوته، انا كنت سمعنا كتير جدا، حتى في التلفزيون كان في ناس بتقول كده، ناس سياسيين كبار وناس مسؤولين في الدوله بيقول لك اللي يشتري صوتك روح خد منه ال 100 جنيه وروح صوت. خلينا نقول ان الحركه حركه وضيعه، حركه رخيصه جدا، حركه بتضيع حقوق المواطن نفسه، حقوق عيالك، مستقبلك، جوده حياتك. ان الفكره ان انت تبقى قابل اصلا فكره وجود انه اصوات بتتشرى، انت بتتشرى، انت نفسك بتتباع بفلوس، فديت شيء حقير جدا في رايي يعني. في ناس غلابه ما بتصدق تاخد ال 100 جنيه وال 200 جنيه وكده. نفس الناس الغلابه ديت اوكي، ناس محتاجه وناس غلابه وكده، بس نفس الانسان الغلبان اللي احنا ان هو بياخد 100 جنيه ولا 200 جنيه واحنا شايفين انه مفيش مشكله ياخد 100 جنيه مثلا ويدي لحد تاني او كده، نفس الشخص ده لو جيت تقول له خد 200 جنيه واعمل كذا، الافعال بقى اللي المجتمع بيشينها مش هيوافق. حلو، مش هيبقى موافق. يعني يقول له مثلا، يعني مش عاوز اقول، بس كلام عن حاجه في الشرف مثلا او شيء من الاشياء اللي المجتمع بيشينها، يعني مش هيوافق. بالتالي فاحنا فكره ان احنا لازم نبطل، بالذات احنا كمجتمع، نعرف ان في قطاع كتير من اللي بيسمعوني ناس سياسيين او مهتمين بالسياسه او كده، احنا لازم نبطل نتكلم على فكره انه خد ال 100 جنيه وروح ادي لحد تاني. لا، هو لازم فكره انه حد بيشتري اصوات بفلوس، لازم الفكره نفسها تبقى شيء مشين، شيء مشان، شيء الناس شايفاه قذر، المجتمع بيعيبه، واللي يعمل كده يعمله في السر جدا عشان عيب ما يصحش. فما ينفعش مثلا حد لسه صديق بيشتغل في مصنع النهارده بيقول لي انه في المصنع في واحده ست بتلم الناس عشان الاصوات. طبعا هو بيبقى فيه سمسار، بيجيب سمسار، يعني النائب او المرشح بيبقى جايب سمسار كبير، يعني حد مسؤول عن فكره شراء الاصوات ديت، بيجيب بقى 5 6 يجمعوا الاصوات، كل واحد فيهم مثلا هياخد على الصوت 500 جنيه، وبعدين بقى ال5 6 دول كل واحد فيهم بيجيب مثلا 10 15 20 نفر يشتغلوا تحت منه، ياخدوا على الصوت مثلا 300 جنيه، هم بقى بيوصلوا اللي في الاخر صاحب الصوت ياخد 100 150 جنيه حسب ما هو ايه وكده. فبيبقى في سلسله فلوس بتضيع في النص وقصه كده. فالسلسله اللي احنا اتكلمت عليها ديت من اول بقى فوق اللي بينظم الموضوع تبع المرشح لغايه تحت اللي بياخد الفلوس، لازم الناس دي يعني يوصل بيهم الحال ان عيب اللي انت بتعمله، انت كده انسان قذر، انت كده وسخ، انت كده مش بس بتاخد ال 100 جنيه خلاص، ولا حتى بتضيع حقك ولا نصيبك يعني في التصويت او حقك في ان انت تختار مرشح او كده، لا ده انت كمان بتضيع حقي وبتضيع حق الناس وبتضيع يعني فرصتنا في ان احنا نعمل تعديل او تغيير في البلد او تحسين على قد ما نقدر، على قد المتاح واللي القانون بيتيحه والدستور بيتيحه. فلازم الموضوع دوت احنا نتكلم عنه، عن انه فعل قذر، اللي بيعمله انسان قذر، اللي بيدفع الفلوس واللي بيسمسر والناس دي كلها، وحتى الانسان الغلبان المواطن الغلبان في الاخر اللي بياخد فلوس هو كمان لازم يعرف ان هو بيعمل حاجه غلط، وان هو كده يعتبر دي حاجه اقذر من السرقه، فلازم يبطلها. فاحنا لازم نبطل كلمه انه المواطن الغلبان، واصل اللي بياخد نفس المواطن الغلبان ده ما هو عنده عقل، هو عنده عقل وبيفهم ومدرك وبياكل وبيشتغل وبيشرب وياكل عيش وبيروح وبيجي وكده، فهو عارف كويس الصح من الغلط، وفي حاجات كتيره جدا ما بيقبلش يعملها مقابل فلوس. يعني لو رحت قلت له لا مؤاخذه يعني في المثال، يعني رحت قلت له اجر لي بنتك ب500,000 جنيه، مش هيوافق،
حلو. فهو مهما كان فقير مش هيوافق على شيء كده، اللي هو المجتمع شيء بيجرمه وهو بقى مقتنع بتجريمه. فهو بما انه مش هيرضخ قدام ال 100 ولا 200 ولا 300 الف في حاجه شبه كده، ليه بيرضخ قدام 100 جنيه؟ علشان يعني رقم اهبل، يعني ما يجيبوش حاجه، ما يجيبوش كيسين مكرونه فاللي هو قدام رقم عشان الفعل عادي ما فيهوش حاجه، عشان طول الوقت الكلام عن الموضوع ان هو ياخد 100 جنيه ولا 200 جنيه ما فيهاش مشكله يعني، فالناس بقى بتاخد وخلاص يعني. فلا، احنا لازم نوصل لمرحله ده فعل عيب، ده فعل مشين، ده ما يصحش. اللي بيعمل كده ده انسان قذر، اللي بيدفع الفلوس، اللي بيسمسرهم، واللي بياخد الفلوس. شكرا.